أسوأ حاجة ممكن تحصل لك في شغل النقل الذكي إن أنت تاخد بلوك نهائي، أصل هيحصل لك أسوأ من كده إيه؟ لإن أنت بكده مش هتقدر تشتغل على البرنامج ده تاني، سواء بقى ده شغلك الأساسي أو زيادة دخل، حتى الناس اللي كانوا زمان ممكن يمشّوا لك الدنيا ويعملوا لك account كده لعب في أي حاجة، ما بقاش في الكلام ده، والثغرات كلها تقريبًا اتقفلت عليهم، معنى كده إن أنت مش هتعرف تشتغل على البرنامج ده تاني. خلّيني أقول لك أهم الأسباب اللي تخلّيك تاخد بلوك نهائي برامج النقل الذكي، وخلّي بالك من آخر سببين علشان دول مهمين جدًا وما فيهمش هزار. أول مشكلة ممكن تعمل لك بلوك إن أنت تاخد رحلات برّه البرنامج، يعني إيه؟ يعني أنا أقبل رحلة على أي برنامج وأروح لحد نقطة الالتقاء بتاعة العميل أو أتصل بيه أقول له باقول لك إيه، ما تيجي نكنسل الرحلة وآخدك برّه البرنامج، أودّيك نفس المكان اللي أنت عايزه بس مننا كده في بعضينا. اللي بيعمل الحركة دي لسببين، يا إما عايز يضرب نسبة الشركة في جيبه، يا إما عايز يزوّد على العميل، المشوار أبو 150 جنيه يقول له لأ أنا قبلت بس أنا المكان ده هارجع منه فاضي ومش هينفع والدنيا فآخده ب200. كنسل الرحلة وتروح توصّله. الموضوع ده لمّا بيتكرر كتير بيعمل لك بلوك نهائي. هتقول لي إيه ده؟ هم بيعرفوا إن أنا خدت العميل ده برّه البرنامج؟ هاقول لك بيعرفوا. أنا دايمًا بانصح الناس اللي عاوزة تعمل عميل لنفسها برّه البرامج دي إن هو ما يعملش كده. أنت دلوقتي قبلت الطلب ولقيت العميل اللي راكب معاك كويس وحابب إن أنت تتعامل معاه على طول، لأ كمّل الرحلة اللي معاك، ممكن تدّي له رقمك لو عازك في أي مشوار تاني، ولكن ما تكنسلش الرحلة وتوصّله برّه البرنامج. بالمناسبة الموضوع ده خطر جدًا ليك وللعميل اللي راكب معاك، لإن لا قدّر الله لو حصل أي حاجة أو العميل اللي راكب معاك ده معاه حاجة مخالفة أو عامل مشكلة، فأنت ما فيش رحلة تثبت إن أنت واخده على أي تطبيق، فكده أنت معايا يا معلم. تاني حاجة وهي بسبب ضرب الرحلات. هتقول لي إيه؟ إيه ضرب الرحلات دي؟ هاضربها إزاي يعني مش فاهم؟ ساعات البرامج دي بتعمل لك بونص، والبونص دوّة علشان تحققه لازم تعمل عدد رحلات معين في وقت معين، فطبعًا أنت جيت لقيت الوقت خلاص هيروح منك وفاضل لك رحلتين، فرُحت مكلم صاحبك حموكشة قُلت له: "يا حموكشة اعمل لي رحلة من النقطة كذا للنقطة كذا." قال لك: "عينيا." فرُحت عامل الرحلة لقيت نفسك فاضل لك رحلة تانية، رُحت مكلم حموكشة برضه وقُلت له: "يا حموكشة لسه فاضل رحلة." راح قال لك: "أعملها لك منين؟" قُل له بقى من النقطة كذا للنقطة كذا، وعملت الرحلتين على أمل إن أنت تاخد ال300 جنيه البونص، فوجئت بعدها إن أنت واخد بلوك نهائي. الموضوع ده يا جماعة الأول لمّا كان بيحصل مثلًا في برنامج زي ديدي أو برنامج كريم، كانوا بيعاقبوك إن هم يخصموا منك البونص اللي هم خدوه أو ما ينزلكش أصلًا، ولكن برنامج أوبر مؤخرًا بدأ إن هو يبلِّك ناس كتير أوي بسبب ضرب الرحلات دي، علشان تاخد بونص 200 جنيه والّا 300 جنيه تخسر البرنامج للأبد. البلوك التالت بسبب مستندات مزيفة. أنت دلوقتي سنّك تحت ال21 سنة، واحد صاحبك قال لك تعالَ إحنا هنلعب في البطاقة بتاعتك ونخلّيك بدل ما أنت عندك 19 سنة، خلّيك عندك 23 سنة. ترفع الورق بتاعك فتفوجئ إن أنت تاخد بلوك نهائي، وحتى بعد أمّا تتم ال21 سنة مش هتعرف تشتغل في أوبر تاني. أو مثلًا برنامج زي ديدي والّا إندرايف مطلوب منك فيش، فتقول ده الفيش اللي معايا التاريخ بتاعه قديم، فتروح تعدّل في التاريخ بتاع الفيش وترفع الفيش على البرنامج، فتفوجئ برضه إن أنت خدت بلوك نهائي. عايز أقول لك يا صديقي الحاجات دي زمان كانت بتعدّي وكانت الدنيا زي الفل، إنما دلوقتي ما فيش هزار في الكلام ده، كل البرامج دلوقتي بقت تلقط أي حاجة فيها تعديلات، فخلِّ بالك. في بقى بلوك بيحصل لناس كتير وقد إيه الناس دي بتصعب عليّا وأنا يعني بازعل لهم بجد، لإن هم ما لهمش ذنب في أي حاجة. دي خدت بلوك تطابق. يعني إيه بلوك تطابق؟ يعني ورقك مشابه لورقك تاني اتعمل بيه account قبل كده. كده بياخدوا فيه ناس مظلومة وناس مش مظلومة. الناس اللي مش مظلومة اللي هي كانت عاملة حساب قبل كده مثلًا شرعي وخدت بلوك، بعد كده كلم مثلًا حد يعمل له account تاني بديله يعني من تحت لتحت فعمله له، فطبعًا الشركة أو البرنامج لقط إن البيانات ديّة متعدل فيها أو بيانات لحد قبل كده كان عامل نفس الحساب بنفس الصورة أو بنفس التفاصيل، فخدت بلوك تطابق. في ناس بتتظلم في القصة دي. الناس دي بقى يا جماعة المكاتب أو الناس اللي هي على السوشيال ميديا بتعمل صفحات ديّة تقول لك ما أعرفش أوبر مباشر وإندرايف مباشر واخدين برضه منّي فيديو هاريينّي بيه بقى لهم 3 سنين، فيديو قديم ليّا، بيقعدوا يحطّوا عليه إعلانات يجذبوا الناس إن هي تسجّل. فالناس دي مثلًا لو حد راح لهم مثلًا سِنُّه مش مقبول، عربيته مش مقبولة، أي حاجة مش مضبوطة معاه، بيروحوا معدّلينها له وملبّسين ورق دوّة لورق دوّة. حد كان باعت لهم ورق قبل كده يسجّل برضه، فبيستخدموا الورق ده على الورق ده. هو بيشوف لك أي صِرفة علشان يشغّلك وياخد البونص الترحيبي اللي بينزله لمّا أنت بتعمل عدد رحلات معيّن. تتفاجئ بعد كده إن أنت خدت بلوك تطابق أو غيرك وتتفاجئ إن هو خد بلوك تطابق وأنتم الاتنين ما تعرفوش بعض ولا ليكم علاقة ببعض. فتيجي تسجّل ما تبعتش ورقك لأي حد وسجّل بنَفْسك في البرامج دي.
البلوك اللي بعد كده أنت تستاهله الصراحة، دي بتبقى نتيجة عن شكاوي متكررة وتقييمات قليلة من العملا اللي بتركب معاك، اللي بتكون ورا بعض ديّة. فطبعًا أنت الشركة خلاص بتلاقي الراجل ده يا جدعان عامل لنا مشاكل وعامل لنا تقارير مش كويسة، فبتدّيك بلوك طبعًا وأنت نازل مكشّر في وشنا ومكشّر في وش الناس اللي راكبة معاك، وتعمل مشاكل مع ده وتعمل مشاكل مع ده، فتاخد تقييم هنا وتقرير هنا، فيقول لك لأ الراجل ده كده إيه، مش بتاع شغل. الأسباب اللي أنا قُلت لك عليها دي السيستم هو اللي بيلاحظها، إلا السبب اللي جاي ده بيتدخّل فيه إنسان زيه زيك وبيشوف إيه اللي حصل وبناءً عليه بيدّيك بلوك. وهي التقارير المتعلقة بالسلامة والأمان، أي حاجة بقى فيها مشاكل كبيرة ما بيتسكتش عليها، يعني مثلًا في أي حاجة فيها مَد إيد، ألفاظ مش تمام، الحساب بتاعك بيتقفل فورًا للتحقيق، خلاص الراجل ده فيه يا جماعة مشكلة حصلت في البرنامج ده، سواء أنت اشتكيت العميل بشكوى زي دي أو العميل هو اللي اشتكاك، الحساب بيتقفل لحد ما يحصل تحقيق. هنا بقى بيدخل بقى إيه، موظف كده متخصص في الحاجات اللي زي كده، المفتش كرومبو بقى بتاعهم، يدخل بقى إيه، يتصل بالعميل يسمع منه إيه اللي حصل، وبعد كده يتصل بيك يسمع منك إيه اللي حصل، ولو في تسجيل في الرحلة ممكن يسمعوا في الحالة ديّة، يعني التسجيلات بتاعة الرحلات ممكن ما يهتموش بيها، إلا لو حصلت شكوى زي دي، لأ هات لي السجل بقى بتاع التسجيل بتاع الرحلة ده ونشوف إيه اللي حصل فيها. بُص برضه على account العميل يشوفوا تقييماته عامل إزاي، برضه بيشوف التقييمات بتاعتك أنت عاملة إزاي، لإن برضه يعني الراجل ده مثلًا لو تقييماته زي الفل وواخد 5 نجوم في رحلات كتير، وجه العميل ده بالذات هو اللي اشتكاه، لأ فكده يبقى في حاجة ممكن تكون شكوى كيدية. لو أنت تقييمك قليل وعامل مشاكل قبل كده وتقارير قبل كده، ده ممكن يخلّيك تاخد بلوك نهائي ويصدق إن أنت ممكن تكون عملت كده. خلّي بالك لو المكالمة دي جات لك إن أنت تكون هادي وما تتكلمش إن فعلًا حصلت مشكلة أو حصلت أي حاجة، لإن المكالمة دي ممكن بعديها بلوك نهائي على طول. بس يا سيدي ودايمًا باقول لك خلّي معاك كل البرامج، لإن لو حصل وخدت بلوك على برنامج يكون معاك برامج تاني تعرف تشتغل عليها.